كما قال لك نديو غير حقنا. نديو حقنا، وكاين اتفاقيات نتاع ترسيم الحدود. حنا حتى واذا هاد الناس هادو تاع وجده ولا مشي حتى زيرت عليه، كاين بزاف مرات رانا نشوفوا فيهم نطالب بتدخل عمي تبون بارك الله فيك. هذا هو. هادوك المراركه هادوك لا غالب. راه عندنا رمضان، رانا نشريو مواعين، رانا نشريو لي زيبيس. لو كان في الاول كما نقولوا البقره ضربت والفرداوه مواليه، نرسموا الحدود نتاعنا كما نقولوا المتفق عليها، ونعيشوا حياتنا، والشامي شامي والبغدادي بغدادي. شوف والله، شو هذه فرصة للدولة الجزائرية كما استرجعنا في كيك وإيش هذه القرية إيش. أنا نطلب مع عمي تبون هذه فرصة سانحة، نزيدوا ندي مام الشعب الوجدي والناظوري وهذوك راهم يطالبوا بالأم، بالدولة الأم هي الجزائر. مدار أخويا مرحبا به. يشاء ربك من فوق 7 سماوات أنه 2026 كل الدعايات، سبحان الله الأخي الجزائري ركز غير شوية، كل الدعايات اللي عمل عليها المخزن منذ سنوات كلها سقطت في الماء، كلها شيطانة الجزائر يظهر على أنها هي شيطان المنطقة، كلها سقطت في الماء، وأيضا ركبت في المخزن. على سبيل المثال كان مؤخرا هناك عمل ممنهج من قبل النظام المخزني على لسان أبواقو من أجل إظهار الجزائر على أنها هي دولة تكره الأفارقة وتقوم بكذا وكذا. يشاء ربك في النسخة الأخيرة لكأس إفريقيا الدولة التي تم ترقيبها بالعنصرية هي مملكة مراكش، وشفنا كلنا شفنا الفيديو لذلك الرحالة المروكي اللي ذهب لأحد الدول الإفريقية قالوا له أنتم وزدي راسيست. كل معظم تجمع 10 سنين من الدعاية كلها خرجت في مباراة تاع 90 دقيقة. سبحان الله، احنا نخلوا المشكل السياسي في إطاره السياسي، احنا لا نفجر في الخصوم. تفضل خويا. ربي يحفظك خويا مدارة، تحية كبيرة لك. خويا أيمن دروك العياشة غادي يبداو، العياشة هذا وين بداو يزاولوا المهام نتاعهم. العياشة راه صار لهم كيما وحدة تكون تخدم راقصة وتكون صغيرة في السن، تكون تشطح باللتام، تكون تحشم دير اللتام، تقول لك لربما مازال عندي امل، لربما نتزوج، لربما حاجه عندها امل. ولكن هذه الراقصه كي تكبر في اللاج وتفقد الامل تقلع الليتام، تولي تشطح بلا لتام. العياشه دروك هذو بحد ذاتهم جيش الكتروني دايره الامارات تستعمله. يعني دروك مادام الامارات راها تتعرض لهذا الشيء من طرف الجزائر ولا العلاقات ماهيش مليحه، راه خالص بروريتي دافع على الامارات، هو راه خدام عند الامارات، دروك يولي يشطح بلا لتام. تفضل خويا مدارة. انا عندي والله عندي واحد السؤال يا خويا يونس. اولا انا نشوف باللي انه كي نتكلموا على امريكا وكانه اصبحنا كلنا ندين بالولاء لامريكا. احنا الحاجه الاولى احنا ماشي مراكا عندما نتكلم على امريكا، حقيقه هي اصبحت شرطي العالم وما الى ذلك، ولكن يجب ان نضع الامور في نصابها. يجب علينا ان ندافع على الشرعيه الدوليه، يجب علينا ان ندافع على شيء اسمه المنتظم الدولي، لانه اذا بقينا نخموا بانه نوعا ما يعني نربحوا الملاحه لدوله على حساب الشرعيه الدوليه، هنا رانا نشجعوا على قانون الغاب. امريكا حقيقه دوله قويه، ولكن دائما واولا علينا ان نمجد القانون الدولي. عندي واحد السؤال، انا سؤالي العياشي لو انه هذه الامريكا اللي راهي راضيه عليك بين قوسين على حسب الادعاء تاعك، في يوم من الايام تصحى ترقد تنوض وتقول لك انه الصحراء غربيه ماشي مغربيه. وبالمناسبه الاخوه الكرام، هذه هي حاله الانسان اللي ما يكونش عنده في قاموسه انه الارض تحرر بالدماء، انه الارض تحرر بلغه السلاح. الانسان اللي يكبر والشعوب اللي تكبر انه الاتفاقيات هي اللي تجيب الاراضي يخلصوا عليهم كيما هذا الشعب يطبلوا الامريكا ويقول لك خلاص احنا ربحنا ود امريكا، وامريكا قالت انه الصحراء مغربيه اذا هي مغربيه. لو تقول امريكا انه الصحراء غربيه، هل تكملوا؟ هل تكونوا رجال وتخرجوا تقولوا نعم خلاص امريكا قالت الصحراء غربيه اذا هي غربيه؟ اسكو راكم حتخرجوها؟ شفتوا فاش حطيتوا روحكم؟ لو كنتوا رجال وحقيقه تملكون الادله على عداله قضيتكم وتملكوا الادله على انه هذه الارض ديالكم، كنتوا تقولوا لا. حتى اذا امريكا دعمتنا والدول دعمتنا ودعمتنا 200 دوله، يبقى انه الفيصل في هذا الحل في هذا المشكل هذا هو المنتظم الدولي، هو اللي يصوت وهو اللي يقول ويجتمع على قرار واحد. اذا كان انه الكريتير كامل يتوفروا بعدد قضيتنا اذا ندوها. صح الان بما ان انتم ارتهنتوا الى الدوله قفزتوا على الشرعيه الدوليه، راكم حتعانوا الامرين. وبالمناسبه في حال ما اذا نجحتم في ان تجيبوا حاجه من خلال القفز على الشرعيه الدوليه، حيدوا لكم حاجه من خلال القفز على الشرعيه الدوليه. هذه راكم ناسينها. اذا راكم دايرين في بالكم انكم اذا نجحتوا انكم تحسموا قضيه من خلال القفز على القانون، راهم حيظلموكم من خلال القفز على القانون، لانه غدوه من غدوه كي تجي حتى تهضر يقول لك شت انت روندينا لك سيرفيس بدون رجوع للقانون. اذا احنا ندوا هذه الحاجه اللي عجبتنا بدون رجوع للقانون وتبلع فمك. السياش جماعه قال لي دخلتوا معنا، تحياتنا لكم ربي يحفظكم. تفضل خويا يونس. شوف، بغيت غير نتفاعل مع مدارة برك في قضيه تاع التدخل تاع امريكا في قضيه تاع الصحراء الغربيه. كما قال خويا مدارة، هي ماشي المروك ماشي اعتمدت على الحكومه ولا على النظام الامريكي، اعتمدت على شخصيه ترامب في قضيه الصحراء الغربيه. ما تنساش باللي
لو كان نرجعوا للتاريخ ولا نرجعوا لبدايه المفاوضات تاع بين جبهه بوليزاريو والمروك، امريكا كانت دائما عنصر محايد في القضيه هذه. هي طرابل اللي اعطى يعني قيمه اكثر، ولا اعطى رجح الجانب المروكي على البوليزاريو. لكن لما يتكلم المروكي وجينا يتكلم لي في قضيه الصحراء الغربيه، الجزائر عمرها ما خرجت على القوانين الدوليه، وعمرها ما خرجت على المنظومه الدوليه. كل القوانين تتكلم وتقول، كل القرارات اللي خرجت من الامم المتحده تتكلم وتقول طرفي النزاع اللي وصفتهم طرفي النزاع اللي هي جبهه بوليزاريو والمروك والجزائر وموريتانيا كانوا دائما عضوين، يا اما ملاحظين ولا عضو من مراقبين. ربي يحفظك عمي خالد، شكرا.